تخيل معايا الصورة دي، مدينة القناطر الخيرية، حي شعبي بسيط، بيوت متلاصقة جنب بعضها وناس عايشة يوم بيوم وسط الزحمة والحياة العادية دي. في قصة مرعبة حصلت سنة 2023، قصة من أبشع الجرائم اللي ممكن تسمع عنها، قصة هتخليك تفهم إن حياة أغلى الناس عليك ممكن تضيع في ثواني، وإن في حاجات لو اتنازلت عنها مستحيل ترجع تاني. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في كل مكان إن ربنا ينصرهم ويطعمهم ويفك كربهم. أنا محمد سعيد، هات قهوتك ويلا نبدأ. القصة بتاعتنا النهاردة بتبدأ مع دينا حسن، بنت مصرية عندها 25 سنة، ساكنة في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. دينا اتولدت في بيت بسيط جدا، أهلها ناس غلابة، أبوها موظف بسيط وأمها ست بيت. الفلوس اللي داخلة البيت بالعافية بتكفي الأكل والشرب، بس برغم كده أبوها كان مصمم إنها تتعلم وإنه ياخد بالها من تعليمها. المشكلة إن دينا نفسها ما كانتش بتحب المدرسة ولا المذاكرة خالص، البنت مش شايفة أي لازمة للموضوع ده كله. فأول ما خلصت إعدادية راحت لأبوها وقالت له بصراحة كده: يا بابا أنا مش عايزة أكمل وكفاية اللي وصلت له. أبوها بيقول لها بكل حب: يا بنتي التعليم ده حاجة مهمة والشهادة هتنفعك بكرة، وأنا عايزة أطمن على مستقبلي. دينا بترد له هي واثقة من كلامها: الصراحة يا بابا أنا مش بحب المدرسة ولا بحب أذاكر خالص. وفي الآخر البنت مصيرها بيت جوزها وتربي عيالها، فالشهادة دي مش هتفرق معايا. أبوها بيبص لها وبيقول لها بحزن: اللي انت عايزاه يا بنتي واعملي اللي يريحك. وفعلا دينا وقفت عند شهادة الإعدادية وقعدت من البيت. دينا زيها زي أي بنت في سنها، بتحلم بحياة حلوة وقصة حب من اللي في الأفلام وعيشة هادية ومبسوطة، لكن الأحلام دي كلها هتتحول لكابوس مرعب في وقت قريب جدا. الأيام بتمشي ودينا ساكنة في حي شعبي ومش بتطلع من البيت غير لما يكون في ضرورة قصوى زي معظم بنات الحي، لحد ما جه يوم ودينا خارجة مع أمها يشتروا حاجات من السوق. وهنا بيحصل اللي ما كانش في الحسبان. في شاب اسمه محمود مسعد، واحد من نفس الحي بتاعه، عينه بتقع على دينا وبيعجب بيها على طول، وهي كمان بتبصله بنفس الإعجاب. النظرات اللي بتتبادل ما بينهم واضح منها قوي إن في مشاعر بدأت تطلع، رغم ان دينا كان عمرها وقتها 16 سنة بس ومحمود كان عنده 20 سنة، يعني الاتنين لسه في سن صغير وفي مرحلة المراهقة. ومن ساعتها دينا بتبدأ تلاقي اي حجة عشان تخرج من البيت وتشوف محمود. مرة من المرات محمود بيلاقيها لوحدها فبيديها رقم تليفونه بسرعة. من هنا بيبدأوا يتكلموا على التليفون كل يوم، كل واحد بيعرف تفاصيل حياة التاني، والعلاقة ما بينهم بدأت تكبر، وكل ما تيجي فرصة يتقابلوا فيها مش بيضيعوها أبدا. الأيام بتعدي والحال ماشي على الوتيرة دي لحد ما الناس في المنطقة بدأت تلاحظ وتتكلم. السيرة بتنتشر ما بين الجيران والقعدات، وزي ما احنا عارفين مفيش حاجة بتفضل سر في الأحياء الشعبية. الكلام بينتشر بسرعة أوي لحد ما الخبر بيوصل لأهل دينا، وأهل دينا في الأول بيتعاملوا مع الموضوع بهدوء، بيقولوا البنت لسه صغيرة وطبيعي تغلط في السن ده وتتعلم من غلطها. أبوها بيقعد معاها وبيكلمها بهدوء وبيقول لها: يا بنتي التصرف ده مش صح، واللي عايزك بجد هيجي يخطبك من بيتنا، مش هيستخبى ورا ظهرنا. دينا بترد له على طول: انت صح يا بابا وانا فعلا غلطانه ومش هعمل كده تاني. لكن للاسف دينا كانت بتقول الكلام ده بس علشان تطلع من الورطه اللي هي فيها. يوم ولا يومين وهترجع تكلم محمود تاني. مش بس كده، كمان بقت تتقابل معاه في الشارع قدام الناس كلها كأن مفيش حاجة حصلت، وكأنها ما قطعتش وعد لأبوها خالص. والكلام طبعا بيوصل لأهلها مرة تانية، والمرة دي أبوها بيقف في موقف حازم جدا، بيقول لها بصوت عالي: من النهاردة ممنوع تطلعي من البيت غير لو في حاجة ضرورية أوي، ولو طلعتي لازم أمك تكون معاكي. وتمام بياخد منها الموبايل وبيمنعها منعا باتا إنها تكلم محمود تاني. لكن محمود من ناحيته كان فعلا بيحب دينا حب حقيقي، وبعد ما اسبوع كامل عدى ومش قادر يكلمها بيقرر ياخد الخطوه اللي كان لازم ياخدها من زمان. بيروح لاهلها وبيقول لهم: انا عايز اخطب دينا رسمي. المشكله ان اهل محمود ناس اغنياء، عندكم تجاره لحوم ومطاعم ومحلات، حالتهم الماديه احسن بكتير من حاله اهل دينا. فلما محمود بيطرح عليهم الموضوع بيرفضوا بشده، بيقولوا له: احنا نفسنا تتجوز واحده من مستوانا، دينا مش مناسبه ليك ولا لينا. محمود بيرد لهم بحسب: مش مهم عندي حاجه غير دينا، انا بحبها وهي بتحبني، مستحيل اتجوز حد غيرها. وقدام اصرار محمود اهله بيوافقوا وهم مش راضين خالص بس علشان خاطره. وبعد ايام قليله محمود واهله بيروحوا لحد بيت دينا يخطبوها رسمي، واهلها بيوافقوا على طول وبيقرروا يتجوزوا عن تصرفات دينا ومحمود اللي فاتت، ويقولوا طالما الشاب ده بشكل رسمي يبقى الموضوع بقى محترم. وكمان شايفين انهم مش هيلاقوا عريس احسن من محمود لبنته. وفعلا الخطوبه بتتم،
لكن في فترة الخطوبة شخصية محمود الحقيقية بدأت تظهر شوية بشوية. الراجل مش بيهتم بمشاعر دينا خالص، ولما بيحصل خناقة ما بينهم بيهجرها أيام طويلة وبيرفض يصالحها حتى لو هو اللي غلطان، ودينا هي اللي بتضطر إنها تروح تعتذر علشان يرضى عنها. وكمان غيرته كانت زيادة عن اللزوم، لو ماشيين في الشارع وحد من اللي ماشيين بيبص عليها كان بيتهمها إنها هي اللي قصدت تلفت نظره. الحاجات دي كلها كانت إشارات تحذير واضحة إن محمود مش هينفع يكون جوز كويس ولا أب كويس. لكن دينا كانت بتتجاهل كل الإشارات دي لأنها بتحبه، ومراية الحب يا صاحبي بتعمل بصيرة. وكمان كانت عايزة تهرب من الحياة الصعبة اللي كانت عايشاها مع أهلها. وبعد فترة قصيرة دينا ومحمود بيكتبوا كتب الكتاب، ودينا عمرها وقتها كان 17 سنة بس، يعني لسه صغيرة ومش فاهمة حاجة عن الحياة الزوجية ومسؤولياتها، حتى إنها ما كانتش بتعرف تطبخ كويس أو تدير شؤون البيت بشكل كامل. عشان كده كانت بتغلط على طول وتحاول تتعلم، وكانت فعلا محتاجة حد يوجهها ويعلمها. ودينا حست إن المسؤولية تقيلة قوي عليها وخافت، لكن للأسف محمود ما كانش عنده صبر يستناها لحد ما تتعلم، وكل غلطة كانت بتعملها كان بيقابلها بالإهانة والضرب. وبعد شهر واحد بس من الجواز دينا بتكتشف انها حامل، ورغم حملها محمود ما بيتبطلش يضربها او يهينها. دينا لقت نفسها واقعه في كابوس حقيقي، وفهمت ان كل الحب اللي كان بينها وبين محمود اتغير فجأة. فكرة الطلاق كانت صعبة جدا، لانها كل ما تشتكي لاهلها كانوا بيقولوا لها اصبري يا بنتي واستحمليه، وده معناه ان محدش هيقف جنبها. وكمان وضع اهلها المادي كان صعب جدا، وهي دلوقتي حامل وعلى وش انها تولد، ومش هيقدروا يصرفوا عليها وعلى الطفل، وخصوصا ان واحد زي محمود مش هيصرف على ابنه لو اتطلقوا، بالعكس هيعاقبها في النقطة دي بالذات. وبعد شهور الحمل دينا بتولد ابنها الأول، ولد سمته مسعد على اسم والد محمود. لكن بدل ما محمود يشكر ربنا على نعمة الزوجة والابن والأسرة ويحاول يصلح من نفسه، بيزيد انحرافه أكتر وبيبقى أسوأ. بيبدأ يتعاطى المخدرات بسبب أصحاب السوء. في الأول كان الموضوع مجرد سهرات مع أصحابه من وقت للتاني، لكن مع الأيام الموضوع بدأ يكبر، وطبعا عصبيته والعنف بتاعه بيزيدوا، ودينا هي اللي بتدفع الثمن. والطفل مسعد اتأثر بالجو المشحون اللي ما بينهم، ومن وهو صغير ظهرت عليه علامات التوحد والميل للعزلة، وده طبيعي لأن الطفل الكبير وهو شايف أبوه بيضرب أمه وبيهينها كل يوم تقريبا. محمود مهتمش بمرض ابنه ومستمر في اللي بيعمله، ودينا كل اللي تقدر تعمله انها تجمع هدومها وتاخد ابنها وتروح لبيت اهلها. لكن زي ما قلنا ظروف اهلها الماديه كانت صعبه جدا، ولما كانت بتحكي لهم اللي بيحصل كانوا بيقولوا لها انت دلوقتي ام يا بنتي ولازم تفكري في مصلحه ابنك، واكيد مش عايزاه يعيش في نفس المستوى المادي اللي انت عشتيه معانا. صحيح جوزك محمود بيعمل تصرفات وحشه وبيهنك وبيضربك، لكن في المقابل الراجل مش بخيل، بيصرف عليكي وعلى ابنك بسخاء، وكل حاجه محتاجينها بيوفرها لكم. دينا كانت بتفكر في كلام اهلها وتلاقي ان في حاجه صح فيه، لان هي كمان ما فكرتش قبل كده انها تنزل تشتغل او تواجه صعوبات الحياه لوحدها. ومحمود فعلا كان بيلبي لها كل احتياجاتها لانه غني. واللي كان بيخفف من حده الموضوع ان ساعات محمود كان بيروح لبيت اهلها عشان يصالحها، يقول لهم انا غلطان ومش هعمل كده تاني، ويجيب لها هديه غاليه زي خاتم او اسوره ذهب. وساعتها دينا كانت بتحس ان ليها مكانه عنده، وانه جاي بيعتذر وعايز يراضيها، وبيكفيها انه فاكرها وجايب لها هديه. دينا في الحقيقه كل اللي كانت عايزاه هو ان البيت يفضل ماشي والجواز يكمل. كل مرة كانت بتهرب فيها البيت أهلها كانت بترجع لشقتها بعد كام يوم، والمرة دي قررت تاخد بنصيحة واحدة قريبة منها وتحمل تاني، وفعلا حملت، وبعد 9 شهور جابت بنت سمتها أميرة. لكن للأسف محمود فضل على حاله، وبالعكس الوضع ده أسوأ بكتير. الراجل قرر يسيب شغله في محلات أهله ويتجه للإتجار في المخدرات، وبالتالي بقى قادر يجيب أنواع كتير من المخدرات، وبدأ يتعاطى حاجات خطيرة جدا زي الشابو اللي كان بيسبب له هلاوس وتخيلات مرعبة. وزي ما قلنا قبل كده محمود كان غيور بشكل مريض على دينا، وبعد ما المخدرات بدأت تسبب له هلاوس الموضوع بقى كارثة، بقى بيتهمها على طول انها على علاقة براجل تاني. دينا طبعا بتنفي وبتقول له مستحيل اعمل كده وانت عارف ده كويس يا محمود. وبمجرد ما دينا تفتح بقها تدافع عن نفسها محمود بيفقد عقله وبيفضل ينهال عليها بالضرب، ويقول لها بغضب انا عايزك تسكتي زي الكنبه اللي انت قاعده عليها، ما تجادلنيش ولا تردي عليا، كل اللي عليك تقوليه حاضر ومفيش غير كده. محدش كان عارف السبب الحقيقي اللي خلى دينا تصبر على الاهانه دي كلها. محمود لما كان بيلاقيها بترد عليه كان بيقابلها بالاهانه والضرب لحد ما تفقده عليها، كانه بيضرب راجل زيه او عدو ليه مش مراته. والسؤال المهم هنا كان فين اهل محمود من كل ده؟
أهل محمود زي ما قلنا ما كانوش راضيين عن الجوازة دي من الأول، وعلشان كده اتنصلوا من المسؤولية خالص وما كانوش مهتمين باللي بيحصل. ولما دينا كانت بتشتكي لهم كانوا بيقولوا لمحمود إن مراته بتشتكي منه، فكان بيرجع البيت ويزود من ضربه وإهانته ليها. علشان كده دينا بطلت تشتكي لهم خالص وما بقتش متوقعة منهم أي مساعدة. الموضوع الأخطر إن أهل محمود كانوا مهتمين بالسحر والشعوذة، وكانوا مقتنعين تماما إن دينا سحر ابنهم، وعلشان كده راحوا عاملين لها سحر مضاد عشان تفضل مرتبطة بمحمود وما تسيبوش، لأن هو ما كانش عايزها تمشي. ولما كانت بتروح لبيت أهلها حالته النفسية كانت بتسوء، وبيحس إن حاجة ناقصة منه، وكل همهم كان راحة ابنهم في الآخر، حتى لو الراحة دي كانت في ضربه لمراته أو إهانته ليها. فبدل ما ينصحوه ويهدوه كانوا بيساعدوه على الغلط. وهنا فعلا أهل الزوجة والزوج بيتحملوا جزء كبير من المسؤولية في اللي حصل، ودينا كانت ضحية للأسرتين. السنين بتعدي ودينا بتتكيف مع طباع محمود الوحشية، وبتحاول على قد ما تقدر تتجنبه وتبعد عنه وقت نوبات الغضب، والأسلوب ده فعلا كان بينفع ساعات. لكن ما كانش فيه يوم بيعدي من غير ما محمود يلاقي أي حجة ويضربها بيها. ومع الأيام دينا حملت للمرة الثالثة وجابت ولد، وكده بقى عندها 3 عيال، ولدين وبنت. وزي ما متوقع محمود ما رجعش نفسه ولا غير اسلوبه في معاملة دينا، بالعكس بقى يتمادى عليها اكتر واكتر، ولو اعترضت على اي حاجة كان بيفضل يضرب فيها. وفي يوم من الايام دينا قررت تقعد مع محمود وتكلمه بجد. قالت له بكل صدق انا بحبك وبحب بيتي وعيالي، وكل اللي انا عايزاه انك ترجع لطبيعتك، ترجع محمود اللي انا حبيته واللي كان بيحبني. محمود بيبص لها ويقول لها وانت عايزه مني اعمل ايه؟ دينا بتجمع شجاعتها وبتقول له بقى عندك دلوقتي 3 اولاد، وانا متاكده انك مش بتتمنى ان ولادك يكبروا قدام عينيك وهم شايفين ان ابوهم بيتعاطى المخدرات او بيتاجر فيها. لو كنت بتحب ولادك فعلا وخايف على مصلحتهم هتسيب الطريق ده ومش هترجع له تاني، او على الاقل تروح تتعالج. وبمجرد ما محمود بيسمع الكلام ده دمه بيغلي وبيفقد عقله، وبيقول لها بغضب شديد ازاي تتجرئي تكلميني بالطريقه دي؟ انت بتأمريني وعايزه تفرضي سيطرتك عليا؟ انا هعرفك حدك دلوقتي. والبني ادم ده بدأ ينهال عليها بالضرب بشكل وحشي لحد لما كانت قربت تموت تحت ايده، وما سابهاش غير لما فقدت وعيها من كتر الضرب، وساب جسمها مرمي على الارض وخرج بره الشقه. تينا بمجرد ما بتفوق وتستعيد وعيها بتجمع شنطة هدومها وتاخد عيالها وتروح لبيت أهلها، وتقول لهم بحزم المرة دي أقسم بالله إني مش هرجع له مهما حصل، هتطلق منه وعيالي هشتغل واصرف عليه، لأني أنا ما بقتش أستحمل الحياة دي. ومحمود مستحيل يتغير. أهلها زي العادة بيحاولوا يهدوها، لكن المرة دي دينا مصرة على قرارها. لكن للأسف الشديد بعد ما فات الأوان، بعد كام يوم محمود بيشتري قطعة ذهب ويروح لدينا زي ما كان بيعمل كل مرة عشان يصالحها. لكن المرة دي دينا بترفض الهدية وبترفض ترجع له، وبتقول له بكل حزم خلاص كل حاجة انتهت ما بيننا وكل واحد يمشي في طريقه. أنا بصراحة مش قادرة أعيش معاك تاني، وأنا مصممة على الطلاق وأرجوك طلقني بهدوء. ومحمود طبعا مش قادر يتقبل فكرة ان دينا استغنت عنه او رفضته، فبيرد بهدوء انا فاهم غضبك والحالة النفسية اللي انت فيها، وعلشان كده هسيبك دلوقتي وارجع لك بعدين، لكن فكرة الطلاق دي تشيليها من دماغك تماما لاني مش هطلقك. محمود بيخرج من عند دينا وهو بيقلب الموضوع في دماغه، ولما يحكي لاهله اللي حصل ردكم عليه كان غريب جدا. قالوا له سيب الموضوع علينا واحنا هنتصرف، وبدل ما يروحوا يسترضوها ويطيبوا خاطرها راحوا واحد دجال يعملوا لها سحر يرجعها عليه. ده الكلام اللي اهل دينا حكوه بعد كده، لكن سحرهم ما جابش نتيجة ودينا فضلت متمسكة بموقفها. وبعد فترة محمود استعد بشوية رجالة كبار عندهم خبرة في المواقف دي علشان يتوسطوا عند دينا، وفعلا حاولوا يقنعوها ترجع لمحمود وتتفاهم معاه. قالوا لها أرجوكي إنها فرصة أخيرة، وبعد محاولات كتير منهم دينا وافقت، وللأسف رجعت مع محمود للشقة. بمجرد ما يقعدوا مع بعض دينا بتبدأ تفكر محمود بكل الأذى اللي عمله فيها وبتلومه على كل تصرفاته. الكلام بيحتد ما بينهم والنقاش بيتحول لشجار عنيف تاني، ومحمود بيفقد أعصابه وبيبدأ يحطم أساس الشقة ويضربها قدام عيالها. العيال كانوا في حالة هلع ورعب شديد من اللي بيشوفوه. وبعد الشجار ده دينا بتجمع حاجتها تاني وترجع لبيت أهلها في نفس اليوم وبنفس الهدوم اللي خرجت بيها. ما كانتش قعدت في الشقة أكتر من 2 ساعة على بعض، لكن المرة دي دينا قطعت عهد على نفسها انها مش هترجع لمحمود مهما حصل. الايام بتعدي وحالة محمود بتتبدل، بيبقى دايما متضايق ومشتت في يومه وهو قاعد مع صاحبه، وصاحبه بيلاحظ عليه علامات الحزن والهم
ولما بيسأله عن السبب محمود بيحكي له اللي حصل، بيقول له ازاي دينا تستغنى عني بالسهولة دي وكأن ماليش قيمة في حياتها وحياة عيالها، لا ده كمان بقت تدور لنفسها على شغل، وده معناه انها بتخطط لحياة جديدة ما فيهاش مكان ليا. محمود كان شخص نرجسي بيرفض فكرة انه يتهمش او يستبدل او يستغنى عنه، وده يوضح لنا انه كان شخص مضطرب نفسيا. في يوم من الايام محمود بيتصل بدينا يطلب منها ترجع ويتعهد لها انه مش هيمد ايده عليها تاني، وده كان في سنة 2023. لكن دينا في الوقت ده كانت وصلت لاقصى حدود التحمل، فقررت تفرغ كبت السنين طويلة في وش محمود، وبدأت تشتمه وتهينه بأقذر الألفاظ، وقالت له لو كنت آخر راجل على وجه الأرض مش هرجع لك لأنك شخص مريض ومدمن. محمود لما بيسمع الكلام ده ومش قادر يستوعبه بيقول لنفسه ازاي دينا امتلكت الجرأة انها تهيني بالطريقة دي. طب يرد لها بهدوء مخيف، هخليك تندمي يا دينا على كل كلمة قلتيها. وفي اللحظة دي الخوف بيدب في قلب دينا من تهديد محمود، لانها عارفة طبيعة محمود كويس وعارفة انها اتجوزت لحد معاه في المكالمة، فقررت تتقي شره واخدت عيالها وراحت عند خالتها تقعد عندها يومين لحد ما الامور تهدأ ومحمود ينسى اللي حصل. لكن يوم ورا التاني عدوا، محمود ما نساش، بالعكس كان شايل في نفسه رغبة في الانتقام من دينا بأي وسيلة، خصوصا انها غايبة من المنطقة وعن بيت اهلها. وبعد تفكير عميق ووسوسة من الشيطان ما بينهم، محمود راح لواحد من قرايبه وقال له عايزك تتصل بمراتي دينا. فقريبه بيقول له حاضر، وليه اتصل انا بمراتك؟ فمحمود بيقول له هتتصل بيها وتقول لها اني اتعرضت لحادثه واني عايز اشوفها بسرعه جدا. انا عارف انها طيبه القلب وبنت اصل، وبمجرد ما تسمع اني اتعرضت لحادثه هتيجي تشوفني وتطمن عليا. وفعلا قريب محمود اتصل بدينا وقال لها محمود اتعرض لحادثه ودلوقتي في حاله وحشه جدا وعايز يشوفك. دينا خافت جدا من الخبر ده وما خطرش على بالها انه خدعه، وجمعت حاجتها واخدت عيالها وقالت لخالتها انها راجعه للشقه عشان تشوف جوزها. وبمجرد ما دينا توصل مع عيالها للمكان بتتفاجئ بمحمود واقف مستنيها قدام مدخل العمارة، وفي اللحظة دي بتفهم ان دي كانت خدعة وانها وقعت في الفخ، لكن ما لقيتش فرصة للهرب. محمود بيبادرها ومش بيسيب لها اي فرصة، بيمسكها هي وعيالها وبيطلع بيهم الشقة، وهناك بيعاتبها على كل الكلام اللي قالته. وبعدين تبدأ ثورة غضبه من تاني، بيبدأ يضربها ويحطم اساس الشقة ويقفل الباب بإحكام علشان ما تقدرش تهرب. وكل ده بيحصل قدام عيون العيال اللي كانوا بيصرخوا من شدة الخوف والرعب. لما الوقت اتأخر أهل دينا افتكروا إنها اتصالحت مع محمود ورجعت له زي ما كانت بتعمل كل مرة. بعد ساعات محمود بيرجع الشقة تاني وبيتصل بأخت دينا ويقول لها تعالي لأختك لأنها تعبانة وفاقدة الوعي. أخت دينا بتلبس هدومها وبتجري على بيت أختها، وبمجرد ما تدخل الشقة بتتصدم من منظر الفوضى. بتلاقي أختها دينا مرمية على الأرض وعيالها محاطين بيها وهم بيعيطوا بشكل هستيري. كل اللي محمود عمله للأسف كان قدام عيون عيالها. وبعد كل ده محمود حاول يبرأ نفسه، قال لها انا ماليش علاقه باي حاجه، انا رجعت الشقه لقيتها في الحاله دي. اخت دينا بتحكي ان اختها كانت مشوهه الملامح وان شعرها كان متقص بطريقه همجيه لدرجه انها لما شافتها خافت من منظرها. اخت دينا اتصلت باهلها فجم على طول واخدوا دينا وراحوا بيها للمستشفى، لكن الدكتور بمجرد ما شافها قال لهم البقاء لله، هي متوفيه بقالها ساعات. الدكتور أدرك إن في شبهة جنائية فبلغ الشرطة فورا. في الوقت ده محمود هرب واختفى عن الأنظار خالص، وأهل دينا كانوا في حالة انهيار تام وذهول، مش قادرين يصدقوا اللي حصل لبنتهم. وبعد كده محمود رجع تاني علشان الشبهات ما تتوجهش ليه، لكن أم دينا وجهت له الاتهام مباشرة، قالت له أنت اللي قتلت بنتي. لكن محمود اتجادل معها بكل وقاحة، وما اكتفاش بكده، ده كمان كان قرب إنه يضربها. وبعد تحريات رجال الأمن كل الدلائل أشارت لمحمود فتم القبض عليه على الفور. ولما تقرير الطب الشرعي طلع اثبت ان دينا اتعرضت للضرب مبرح، وان ضربه على راسها بآلة حديديه هي اللي دخلتها الغيبوبه. اما السبب المباشر للوفاه فكان طعنه في رقبتها سببت نزيف حاد لحد ما روحها فاضت لبريئها. واثناء التحقيق محمود انكر اي صله ليه بالجريمه، قال لهم ايوه انا كنت بضربها لكني ما قتلتهاش لان لما خرجت من الشقه كانت لسه عايشه. رجال الامن ردوا عليه حتى لو كانت عايشه، لو ما كانش عندك نيه انك تقتلها ما كنتش هتسبب لها الضرر ده كله. بعد مواجهته بالادله الراجل الحقير ده انهار واعترف بكل حاجه، وبناء على كده اتعملت المحكمه بتاعته سنه 2024 وصدر حكم عليه بالاعدام شنقا لحد الموت. ولحد هنا بيخلص فيديو النهارده، اتمنى تقولوا لي رايكم في الكومنتات.